ازيكم، اهلا بكم في فيديو جديد. وصفتنا اليوم عبارة عن بسيمة. يلا نشوف المقادير ونشوف الوصفة والطريقة وفريقة شنو من البسبوسة. بسم الله، نشوف المقادير. انا هنا مستخدمة السميد الخشن، انتوا لو عندكم الناعم اوكي. عندي كوبايتين سميد، هنا عندي كوباية جوز هند، عندي كوباية سكر، كوباية زبادي، نص كوباية زيت، وعندي كوباية حليب، وعندي هنا الفانيليا، وهنا لون احمر، وهنا ملح، عندي الباكنج بودر. طبعا دي مكوناتي اللي هستخدمها. هجيب الباول بتاعتنا وهاخد فيها كل المكونات. زي ما شايفين كلها دفعة واحدة، ما بحتاج افصل الجاف من السائل وكده. زي ما شايفين ده الزيت والزبادي ذاته يا جماعة حليته باللبن كبيته، يعني خليكم اقتصاديين. الملح، وعندي الفانيليا، وعندي هنا الباكنج بودر ملعقة صغيرة، وخلطتهم. اللون ما استخدمته هنا، حوريكم هستخدمه وين. وممكن هو حاجة اختيارية، ممكن تستخدموه ولا ما تستخدموه عادي، يعني ما فرقت. هجهز الصينية بتاعتي وادهنها بشوية سمنة أو زبدة أو زيت، الحاجة المتاحة عندكم. عشان البسبوسة بتاعتي ما تلصق، وعشان تديني تجميرة. يعني أنا صراحة بحب البسبوسة تكون مجمرة كده، يعني عرفت، ما بحب الحاجة البيضة كده دي. في الأثناء دي يا جماعة ما تنسوا الاشتراك في القناة لو ما مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوا الشير يا جماعة، بليز اعملوا شير للفيديوهات دي عشان القنوات تنشط، وعشان أنا أنشط ذات وأشجع أنزل لكم فيديوهات. ما تنسوا تابعوني كمان على قناتي التانية اللي هي سارة لايف ستايل 88. هناك بقدم المشتريات وروتينات التنظيف وكده. زي ما شفتوا خلاص البسبوسة جهزت وخطيتها، دخلتها الفرن. درجة الحرارة يا جماعة بتكون 200 لنص ساعة أو 25 دقيقة حسب الفرن بتاعكم، تتجمر بس وتطلع. هنا عندي الشيرة بتاعتي كانت جاهزة، عملتها معاكم كتير يا جماعة، كوبايتين سكر، كوباية موية، عصرة ليمون. وهنا بس أضفت اللون الأحمر كحركة، يعني عرفتوا. فعشان تديها بس شكل شوية مختلف من البسبوسة، عشان أعرف إنه دي بسيمة وكده. يعني يا جماعة حركات، يعني حركات بركات يعني. شايفين. هاخدها تغلي معاها تاني شوية، وهاجي أصب على البسبوسة بعد ما طلعت من الفرن أهو. قطعتهم. هي شوية حاسين بيها يا جماعة، هي نقول عليها شنو، دراشة أو شوية خشنة، لأنه أنا مستخدمة السميد الخشن. لو كنت مستخدمة الناعم ما كان حيحصل التشققات اللي شايفينها دي، عرفتوا. فانتم ممكن تستخدموا الناعم عادي، انا بحبها كده صراحة، عاملة كده زي الرملة رملة. مع جوز الهند ومع الحركات، يعني الطعم يا جماعة خرافي خرافي خرافي، انا اكتر حاجة بحبها. بس ما كان عندي سميد ناعم صراحة، عشان كده كسلتها وعملتها بالسميد الخشن دي. وألف صحتين وهنا، قدموها باردة. وفي ناس طبعا ما بينتظروا سخنة سخنة بياكلوها، لكن أنا بحب الحلويات دايما تكون باردة. بالعافية عليكم يا جماعة، والنكهة خرافية خرافية خرافية، لأنه فيها السمنة وكده، كانت طعمها عجيب. بس أسهل حلا وأسرع حلا ممكن تعملوه في رمضان في كل الأوقات، مع كوباية شاي، مع كوباية قهوة. وبالعافية عليكم إن شاء الله وعلى عائلتكم. إن شاء الله تعجبكم، وما تنسوني من الشيرات والحركات واللايكات. لحد ما ألاقيكم في وصفة جديدة وفيديو جديد، أقول لكم في أمان الله، سلام.